مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلقات على احلى ناس. اهلا بيكم فيديو جديد مع محمد تهامي من قناه تهامي ديزاينز. النهارده موضوع شيق في العاده، جايين اقول لك تريكات وحبه الحركات في احدى المشاريع بتاعتنا، وانت بتشطب والحاجات اللي هي الكوميونيكيت اللي انت تربط بيها شغلك وتعمل بيها العلاقات بتاعتك. تعال نشوف بند التجاريد وبند الديكوريشنز وبند الايتمز بتاعت الجبسون بورد وبند التليفونات. هنا من اول ما شفت الشقه بتاعتنا ده التصور بتاعنا السيمبل مع شريحه الستانلس اللي موجوده عندنا، ثم الديكور بتاعنا. هنا عندنا الشرايط الستانلس الجولد، والشكل بتاعنا دي هنا من اول ما تخش من الشقه مع تجليده من الاول للاخر تظبط الترتيب بتاعنا. وبعد كده زي ما شايفين الجبسون بورد بتاعنا مربع مع الريهات الصغيره، فالريهات الصغيره دي هتظبط معانا حبه اللايننج دول هنشتغل عليهم. ثم بعد كده الجبسون بورد بتاعنا ده تقييم، ده هنا السيت اب بتاع المعيشه والقعده بتاعت المعيشه والتقييم بتاع المعيشه. وفي هنا ده ليد بروفايد ان هو تو لاين، مع هنا عندي تابلو حبه اشكال وحبه حركات معانا. تعال نخش هنا على الطرقه دي. بص هنا ايه، في حبه حركات كده ايه هتلاقيها مظبوطه يعني. عندك الطرقه من ليد بروفايل وحبه التكتشرز والاضاءات والشكل بتاعك اللي تشتغل عليه. تعال نخش ونشوف اول اوضه معانا. اول اوضه هنا عندك الخشب الري لاين ده، مع الخشب الري لاين مع الريهات اللي فوق، فتظبط معاك الشكل ده ويبقى عندك التركيب. وهنا عندك السيت اب بتاع السرير. تعال نلف لفه سريعه كده ونلف راوند مع بعض، هتلاقي مكان هنا في فيجن بالشكل ده، والالوان بتاعتنا هتبقى شكلها بشكل ممتاز، مش حاجه تقليديه ولا حاجه عاديه. الباب بتاعنا السيمبل اللي عندنا السمره بتاعتنا العاديه الارض، ثم مكان الستانلس والشكل بتاعه. تعال نخش نشوف برضه الاوضه الثانيه. الاوضه من الاوضه الثانيه هنا كشكل الفكره. هنا عندك الشرايح هنا كالباب، ثم ستريبات لاين ده هتظبط معاك الشكل. هنا ده ظهر السرير مع الجبسون بورد والتركيب بتاعنا. هنشوف الاناره الشكل بتاعنا عامل ازاي. طبعا عشان السوليتير بس معلق زي ما شايفين اهو. وبعد كده هنا بديل الرخام لسه اتقفل عليه، والدولاب بتاعي، وعندي السرير ظهر السرير في الكتاب. تعالوا نخش نشوف بقى القصه الثانيه والموضوع الماستر روم ننوره. فهتشوف حبه حركات وحبه تكتشرز كتيره وعلاقات كتيره قوي. زي ما انت شايف كده دلوقتي عندك ده بديل الرخام طالع كونكتد مع طول لاين بتاع الليد بروفايل، قافلين الناحيه الثانيه زي ما انت شايف هنا اهو. هنشيل ده كده. التابلو ده انا عايز اقول لك ان هو مكانه هنا، هتشوفه هنا اهو بس هيركب. ثم عندي اللاين ده ظهر السرير مع الخشب، فتكويناته والعلاقات بتاعته هتبقى كويسه. تعال نخش ونشوف اللقطه الثانيه الدريسنج. وهنا لقطه الدريسنج بشكل كبير، حرف اليو ده وده. تعال نشوف هنا اللقطه دي، لسه هنشوف بند الدريسنج. وعندك الايه الغرفه الثانيه. الغرفه الثانيه دي فيها حبه حاجات صغيره كليد زي ما انت بتشوف كده، حبه حاجات كده تكتشرز بسيطه، حبه حركات. والاستخدام بتاعنا هنا اهو ظهر السرير مع الليد بروفايل مع حبه الحركات اللي بتاعتنا مع الدولاب. هنشوفها في الفرشه تبقى شكلها عامله ازاي. تعالى نخش هنا الاوضه دي برضو زي ما انتم شايفين اهو، بننور الحاجه قدامكم. هنا اللاين ده خشبي واللاين ده خشبي، ثم عندي بعد كده الدرجه بتاعتي مغامقه. عندي ظهر السرير في المنطقه دي كجيبسون بورد، وعندي اللاينز بتاعتي مع الديكوريشنز اللي موجوده. دي من ضمن الحاجات اللي هي بتعالج الموقف والتفاصيل يعني. تعالوا نخش على السفره. السفره هنا فيها حبه تكشرز كده، تعالوا ننورها ونشوف العلاقات ايه فيها. السفره زي ما انت شايف كده حاطط الفكات والحركات. عندي سفره في المجمع ده، عندي الخشب الحته دي، عندي يعني تجديده هنا، وعندي سفره هنا، وعندي القعده بتاعتي هنا، وعندي تجديده دي كديكوريشن. لان الباب ده عندي فيه باب سلايدنج هنا. الباب ده سلايد بيروح بايدي حوالين الباب، تلاقي الباب بيطلع من هنا يفتح على الحمام ويرجع تاني. ودي التجديده بتاعتي اللي هيبقى عليها مرايه. وده باب الشقه الشكل بتاعها مع التجديده وسيبريت يونت كده الحته دي، ونقدر نظبط الكلام ده.
طيب نقدر نظبط الكلام ده كله ازاي؟ حبه تريكات وحبه حركات. اهم حاجه تخلي بالك في الشقه التريكات والحركات والفينش، لان هو ده اللي بيعلي كاتيجوري الشقه بتاعتك. ما تنساش تفعل زر الجرس، تعمل لايك، سبسكرايب، واشترك في القناه. السلام عليكم.